رحت مطلع الجهاز من العلبه وبدات اعمل عليه السيت اب اللي انت بتعمله لاول مره على اي جهاز بتشتريه جديد، بتدخل الاكونت بتاعك والحاجات دي كلها، وبدات استخدمه. وهنا بدات تظهر قدامي مشكله في الشاشه، انا ما كنتش عارف اذا كانت المشكله دي المفروض تظهر في شاشه الماك بوك اير ولا لا. المشكله ان وقتها ما كنتش موجود في مصر، انا كنت في دبي واشتريت الجهاز من هناك. وبرده المشكله ان وانا هناك ما كنتش واخد معايا الماك بوك برو اللي هو مشغل الشاشه اللي ورا دي. انا عارف الجهاز ده بقاله 5 شهور معايا من شهر 5 تقريبا، وهعمل له ريفيو قريب جدا ما تقلقوش، في الفتره الجايه فيها ريفيوهات كتير. ولكن وقتها وانا هناك ما كانش معايا الماك بوك برو، فبالتالي انا ما عنديش ريفرنس او ما عنديش شيء اقدر اقارن بيه شاشه الماك بوك الاير الام 2 مع شاشه جهاز تاني علشان اقدر اعرف هو المشكله دي موجوده فعلا في الجهاز ولا لا. قررت ان الجهاز هيفضل معايا ورجعت بيه مصر وبدات استخدمه هو والبرو في نفس الوقت، وحطيت الجهازين قدام بعض وبدات اعمل الحاجه اللي بتخلي مشكله الشاشه تظهر مع الاير. وهنا اتضحت معايا الحقيقه، الجهاز طلع فيه فعلا مشكله في الشاشه. والمشكله دي طلع اسمها الجيلي سكرولينج. طيب هي ايه المشكله دي وازاي بتحلها وبتظهر قدامك ازاي عشان تقدر تعرف ان المشكله دي موجوده عندك فعلا ولا لا؟ عارفك عاوز تقول معلش يا خياط انت واخدنا في دوكه من اول الفيديو والمشكله في الشاشه ولسه مشتري الجهاز جديد. يا عم هو الجهاز اللي معاك ده ايه اصلا ومواصفاته ايه وجايبه بكام والكلام ده كله؟ خليني اقول لك، الجهاز اللي معايا ده هو الماك بوك الاير الام 2، والنسخه اللي معايا دي هي اقل نسخه من الجهاز اللي جايه بحجم 8 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 256. والجهاز ده سعره $1199 السعر الرسمي بتاع ابل، واحيانا بينزل في العروض في امريكا ل $999 او حتى $1100. الجهاز ده حاليا هو تاني ارخص جهاز لابتوب من ابل بعد الماك بوك الاير الام 1 اللي انا عملت له ريفيو قبل كده، هتلاقيه موجود في الاي اللي فوق. وصراحه الجهاز تصميميا شكله جميل، الجهاز مشابه جدا للماك بوك برو ال 14 انش ولكنه طبعا ارفع واخف شويه. التصميم بشكل عام بقى مربع، تم اضافه المنفذ بتاع الشحن الجديد الماك سيف، والشاشه بقى فيها نوتش وتحس كده ان الجهاز ده هو اخو الماك بوك برو الصغير. وطبعا مش محتاج اقول ان الجهاز هنا جاي بشكل كامل من المعدن وتحديدا الالومنيوم، والجهاز هنا هتحس كده كانه حته معدن واحده مهما حاولت ان انت تلويه او تلاقي فروقات في التقفيل او صوت طقطقه لما تمسكه، الكلام ده مش موجود مع الجهاز تماما. فعلا الجهاز هنا البيلد كواليتي بتاعته 10 على 10. وبالنسبه للوزن، بطبيعه ان الجهاز ده اسمه الماك بوك اير فلازم يكون خفيف. الجهاز هنا وزنه كيلو و240 جرام، وده يعتبر اقل ب 50 جرام عن الماك بوك اير الام 1. فبشكل عام التصميم هنا ما عنديش اي تحفظات عليه سوى المنافذ اللي موجوده فيه اللي كنت اتمنى انها تكون اكتر شويه. الجهاز فيه منفذين تايب سي موجودين على الناحيه الشمال وجنبهم منفذ الماك سيف بتاع الشحن، والناحيه اليمين مش هتلاقي فيها غير منفذ ال 3.5 مللي بتاع كابل الصوت. وبالمناسبه كل منافذ اليو اس بي سي اللي موجوده في الجهاز بتدعم اليو اس بي 4 والثاندر بولت، واللي انا كنت اتمناه ان يكون في منفذ تايب سي اضافي على الناحيه اليمين جنب منفذ ال 3.5 مللي، او حتى منفذين تايب سي كان واحد منهم يبقى يمين وواحد يبقى شمال، كان هيبقى الموضوع عملي اكتر. المهم نتكلم سريعا عن تجربه الكيبورد والتراك باد قبل ما نخش على التفاصيل بتاعه مشكله الشاشه وازاي ممكن تحلها. اولا التراك باد وبدون اي مبالغه دي افضل تراك باد ممكن تجربها في اي لابتوب في العالم حتى الان، وده على فكره نفس الكلام اللي انا كنت قلته على تجربه التراك باد بتاعه الماك بوك اير ام 1. والصراحه تجربه التراك باد عموما في كل الماكات او اللابتوبات بتاعه ابل تعتبر افضل تجربه انا جربتها فعلا موجوده في اي لابتوب. فالتراك باد هنا معمول لها اوبتمايز بشكل كويس قوي من ناحيه السوفت وير، فانت بتعرف تعمل من خلالها حاجات كتير واوامر كتير بشكل سهل جدا. وطبعا مش هننسى الهابتك فيدباك من خلال التابتك انجن اللي موجود في الجهاز اللي بيحسسك بان انت لما تيجي تدوس على التراك باد كأن في ضغطة زرار حقيقية بتحصل تحت ايدك، ولكن هو في الحقيقة ما فيش زرار بيحصل له كليك. فدي واحدة من الحاجات اللي انت فعلا محتاج تجربها عشان تعرف مدى العظمة بتاعتها في تجربة الاستخدام. اما الكيبورد فالتجربة بتاعتها اكتر من ممتازة، تقريبا نفس التجربة بتاعت الكيبورد بتاعت الماك بوك برو ال 14 انش. الكيبورد واخدة نفس اللاي اوت او الشكل الجديد بتاع الاجهزة الجديدة، صف ازرار الاف ان اللي موجود فوق او الاختصارات هتلاقيه بقى بالحجم الكامل زي باقي الكيبورد، وكمان زرار البصمة بقى حجمه اكبر. وبشكل عام تجربة الكتابة على الكيبورد هنا فعلا محترمة جدا. كمان لو قعدت تدور على السماعات اللي موجوده في الجهاز هنا فانت مش هتلاقيها. السماعات في المعتاد بتكون دايما على يمين وشمال الكيبورد، انما مع الماك بوك اير ام 2 انت فعلا مش هتحس او مش هتعرف هو الصوت بتاع السماعات ده طالع منين اصلا. بعد شويه بحث كده اتضح ان المنفذ بتاع السماعات جاي في الحته بتاعه مفصلات الشاشه عن طريق فتحات صغيره هي اللي بيطلع منها الصوت. وصراحه ابل في المؤتمر بتاعها لما اعلنت على الماك بوك الاير الام 2 قالت ان الجهاز هنا فيه 4 سماعات وده بيخلي صوته
احسن من الماك بوك اير ام 1. انا شخصيا معايا الجهازين وجربت نفس الساوند تراك على كلا الجهازين، وصراحه وبدون اي مجامله لابل الماك بوك اير الام 1 القديم صوته اعلى وانقى واحسن من الماك بوك الاير الام 2، وده بدون اي نقاش. هتقولي هو الفرق كبير للدرجه دي؟ هقول لك لا. يعني مثلا لو الماك بوك اير الام 1 اديناه مثلا 9 على 10، فالاير الام 2 هياخد مثلا 8 وربع من 10. فهو في فرق، ولكن مش الفرق الكبير اللي يخليك تسيب جهاز عن التاني. وبالمناسبه لو انتوا عاوزين مقارنه ما بين الاير الام 1 والام 2 قولوا لي في التعليقات، ولو لقيت فعلا في ناس كتير جدا محتاجه المقارنه دي عشان عاوزه تعرف تفاصيل الاختلافات ما بين الجهازين، ان شاء الله هبدا احضر لها وانزلها في اقرب وقت. المهم خلينا بقى نخش على مشكله الشاشه وايه الحوار اللي موجود فيها. مبدئيا كده الشاشه ظاهريا تحس انها مختلفه تماما عن الاير الام 1. الشاشه هنا هتلاقي الحواف بتاعتها بقت اقل، وكمان هتلاقي فيها النوتش او الترند الجديد اللي ابل بداته مع اللابات الجديده بتاعتها. اي نعم النوتش هتتعود عليها، ولكن لو حد جه قال لي يا عم النوتش دي ميزه تصميميه من مميزات ابل اللي بتميزها عن باقي المنافسين، فلو سمحت ما تستفزنيش علشان انا بتعصب بسرعه ومش عاوز افقد اعصابي لو سمحت. المهم الشاشه اللي موجوده في الجهاز هنا حجمها 13.6 بوصه، واكبر بفرق بسيط عن الاير ام 1 اللي كان 13.3 بوصه، والشاشه جايه بنفس الدقه تقريبا 2560 في 1664 بكسل. تجربه الشاشه عموما ممتازه. الشاشه هنا جايه من نوع اي بي اس، زوايا الرؤيه بتاعتها ممتازه، الالوان بتاعتها ما عنديش عليها اي تحفظات. لو انت شخص شغله معتمد على دقه الالوان في الشاشه هنا مش هتاثر معاك تماما، خصوصا ان الشاشه هنا بتدعم دقه الوان لحد 10 بت، وده بيخلي الشاشه تقدر تعرض لحد مليار لون، وكمان السطوع بتاعها بيوصل لحد 500 نت او شمعه، وده بيخلي استخدامها في الاماكن اللي الاضاءه فيها قويه يعتبر مناسب، مش هيبقى مشكله كبيره. وبمناسبه النوتش اللي موجوده في الجهاز، فالكاميرا اللي موجوده فيه اتعمل لها ابجريد، بدل ما كانت 720 مع الاير الام 1 بقت 1080 مع الاير الام 2. فبشكل عام تجربه الشاشه هنا ممتازه جدا، ما عدا حاجه واحده وهي ان درجه اللون الاسود بتاعتها مش سودة قوي، بطبيعه انها شاشه اي بي اس مش ايموليد، وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو قبل كده بالتفصيل، ولكن الموضوع مش هيبقى مزعج للدرجه اللي تخليك ان انت مش حابب تستخدم الجهاز. لكن في النهايه خلينا ما ننساش ان الشاشه هنا فيها مشكله محتاجين نتكلم عليها. المشكله زي ما قلت اللي موجوده في الجهاز هي الجيلي سكرولينج، ومن غير ما اخش في تفاصيل تكنيكال ممكن اتكلم فيها ساعه ونتكلم عن الشاشات بتشتغل ازاي والفيزياء اللي موجوده ورا طريقه عمل الشاشات، مش عاوز اخش في التفاصيل دي. خليني اقول لك ببساطه القشور اللي بره كده هو اللي انت محتاج تعرفها عشان تفهم هي ايه المشكله اللي موجوده في الشاشه دي وبتظهر قدام عينك ازاي. زي ما انت عارف الشاشه بتاعت اي لابتوب او اي موبايل بتبقى متكونه من بكسلات صغيره جدا جنب بعض، ولما الشاشه بتبدا تغير الصوره اللي هي بتعرضها البكسلات دي كلها ما بتتغيرش مره واحده، الشاشه بتغير البكسلات دي بشكل تدريجي من فوق لتحت. المده بقى اللي بتفصل ما بين تغير البكسلات اللي فوق عن تغير البكسلات اللي تحت هي اللي بتتحكم في مدى القابليه ان عينك تشوف الفرق ما بين تغير البكسلات اللي فوق واللي تحت. خليني اوضح لك اكتر بالفيديو ده اللي بيوضح ازاي شاشات الاي بي اس بتبدا تغير البكسلات بتاعتها بالتدريج. فبالتالي كل ما كانت المده ما بين تغير البكسلات اللي فوق في الشاشه عن البكسلات اللي تحت اكبر، كل ما كانت عينك قادره بشكل اكبر انها تلاحظ المشكله دي. وزي ما انت شايف في الفيديو ده هتحس ان الجزء اللي فوق في الشاشه بيتغير بشكل اسرع عن الجزء اللي تحت، وده هيخليك على ارض الواقع تحس ان الجزء اللي فوق دايما حركته اسرع عن الجزء اللي تحت. طيب هل المشكله كبيره قوي يعني للدرجه اللي تخليني ما اروحش اشتري الجهاز؟ والاجابه هنا او لا، على حسب انت مين وهتشوف ايه. انا شخصيا شايف المشكله، ولكن انا ما عنديش اي مانع ان انا اتعايش معاها. هي المشكله موجوده وانا شايفها، ولكن كون ان انت تقدر يعني تتجاهلها الموضوع سهل مش كبير قوي او مش صعب قوي. فبشكل عام هي مشكله موجوده، ولكن انا مش شايفها انها المشكله اللي ممكن تخليك تغير قرار شرائك لان انت تجيب لابتوب تاني عشان بس تتلاشى حاجه زي كده. ولكن الشيء اللي ممكن يخليك تغير رايك وتقرر ان انت تشتري جهاز تاني غير الاير الام 2 هو الاداء بتاعه والمواصفات الداخليه. وصراحه الموضوع هنا فيه شويه تريكات، فركز معايا كويس قوي علشان الجهاز ده مش مناسب لكل الناس، فخليك مركز معايا. الماك بوك اير الام 2 جاي بالشيبسيت او المعالج الجديد بتاع ابل الام 2 البديهيات من اسمه، وعلى حسب كلام ابل فالمفروض ان الام 2 اسرع ب 18% عن الام 1 في السي بي يو اللي هي وحده المعالجه المركزيه، وكمان اسرع ب 25% في معالج الرسوميات او الجي بي يو. ولكن بصراحه بما ان انا معايا الام 1 والام 2 والاثنين استخدمتهم بشكل مطول، يعني الام 1 فضل معايا 4-5 شهور والام 2 بقى له شهرين، فخليني اقول لك ان تجربه الاستخدام اليومي تقريبا مفيش فرق خالص في التجربه ما بين الجهازين. وحتى مع الاستخدام
الرام تقيل. انا جربت مونتاج فيديوهات على كلا الجهازين، برضو الجهازين بيعانوا شويه في الفيديوهات ال 4K، ولكن برضو الاداء هنا مش ملاحظ فيه فرق كبير ما بين الاثنين. ولكن انا عاوزك تاخد بالك هنا من 3 حاجات. الثلاث حاجات دول هم اللي ممكن يخلوك تروح تجيب الجهاز ده دلوقتي حالا، او تقرر ان انت تفكس له خالص وتجيب جهاز تاني خالص. اول حاجه هي ان الرامات اللي موجوده في الجهاز هنا حجمها 8 جيجا بايت رام بس، وصراحه الحجم ده هيكون مناسب للاستخدام المتوسط والتصفح ومشاهده الافلام والحاجات الترفيهيه دي. ولكن لو انت من الناس اللي شغلها تقيل، سواء مشاريع برمجيه كبيره او حتى بتعمل مونتاج لفيديوهات تقيله 4K زي اللي انا بعملها كده، فالرامات هنا هتعتبر من الحاجات اللي هتحدد او هتحجم الاداء بتاع الجهاز. هتلاقي نفسك ان انت في بعض الاحيان محتاج ان انت تراستر البرنامج اللي انت شغال عليه، او ممكن تبدا تقفل البرامج الثانيه اللي انت فاتحها عشان تفضي جزء من الرام للبرنامج اللي انت شغال عليه. فالموضوع ده خد بالك منه لو انت شغلك تقيل. تاني حاجه خد بالك منها ان طبيعه ان الجهاز ده ما فيهوش مروحه تبريد. التبريد اللي موجود فيه باسيف، او بمعنى اصح من خلال المعادن اللي موجوده جوه الجهاز، من غير ما اخش في تفاصيل يعني. بطبيعه ان ما فيش مروحه هنا، فالجهاز هنا بيفضل شغال معاك باعلى اداء ممكن لحد ما يوصل لدرجه حراره معينه. الجهاز بيبدا يقلل من اداء المعالج علشان يفضل شغال ضمن درجه الحراره الامنه، عشان الجهاز ما يحصلهوش مشكله او يتحرق. الحاجه الثالثه بخصوص الاداء ودي الاهم، وهو ان الذاكره الداخليه اللي موجوده في الماك بوك اير الام 2 سرعتها اقل بفرق كبير عن الذاكره الداخليه اللي موجوده في الاير الام 1. والموضوع ده ليه تفسير منطقي بناء على الهاردوير اللي موجود جوه الاجهزه نفسها. ال 256 جيجا اللي موجودين في الاير الام 1 هم عباره عن شريحتين ذاكره، كل واحده منهم بمساحه 128. فبالتالي الجهاز لما بيكتب داتا او بيقرا داتا من عليهم، هو بيقرا من شريحتين وبيكتب على شريحتين في نفس الوقت. فبالتالي سرعه الكتابه والقراءه من 2 تعتبر اسرع من سرعه الكتابه والقراءه على شريحه واحده، وده هو اللي موجود مع الام 2. الام 2 ما فيهوش غير شريحه ذاكره واحده بحجم 256 جيجا، فبالتالي الجهاز لما يكتب داتا عليها ويقرا داتا من عليها، السرعه مهما كانت سريعه مش هتبقى زي سرعه لما تكتب وتقرا من على شريحتين في نفس الوقت. فبالتالي الموضوع منطقيا مفهوم، ولكن ليه ابل عملت كده الصراحه مش عارف. ولكن على ارض الواقع التجربه مش فارقه كتير، تجربه الاستخدام اليومي مفيش فرق تقريبا. ولكن لو انت من الناس اللي شغلها بيعتمد على نقل ملفات كبيره بشكل يومي، يعني مثلا بتنقل 100 جيجا كل يوم، فوقتها الموضوع ده ممكن يضايقك شويه. لكن على الجانب الاخر الشيء اللي موجود في الجهاز ده واللي هيخليك تقول يا الله على الجمال هو البطاريه اللي موجوده فيه، لان البطاريه اللي موجوده في الجهاز هنا صراحه خرافيه. الجهاز هنا من غير ما اشغل وضع توفير الطاقه فضل معايا 12 ساعه من وقت عمل الشاشه. انت متخيل معايا 12 ساعه؟ انا عارف ان الرقم اقل من الرقم اللي بتقوله ابل بشكل رسمي اللي هو 18 ساعه، ولكن لا يزال برضه 12 ساعه ده رقم خرافي جدا. والجهاز جاي معاه كمان في العلبه الشاحن ال 30 واط ومعاه الوصله الماكسيف الجديده، ولكن الجهاز نفسه بيدعم شحن سريع لحد 67 واط، وبيقدر يشحن لحد تقريبا 50% في نص ساعه، وبيشحن تقريبا بشكل كامل من 0 ل 100% في حدود الساعه وثلث او ساعه ونص. فالبطاريه هنا وسرعه الشحن ما عنديش عليهم اي تحفظات. كلام زي الفل يا خياط، وانت كده عرفتني كل حاجه عن الجهاز. ولكن برضو انا لسه محتاج اخد قرار هل اروح اشتري الجهاز ده ولا لا. بص خليني افهمك، الجهاز ده سعره زي ما قلت 1199 دولار، قول 1200 يا سيدي، وبينزل احيانا لاسعار اقل 1100 او حتى 1000 دولار، ولكن ده بيبقى نادر شويه والجهاز وهو جديد. ولكن بشكل عام الجهاز ده هنصحك بيه لو انت من الناس اللي استخدامها مش تقيل، يعني انت ما عندكش مشاريع برمجيه كبيره او ما عندكش مونتاج فيديوهات 4K او 8K هتحتاج ان انت تعمل لها مونتاج على الجهاز. لا، لو انت استخدامك خفيف فالجهاز ده هيكون مناسب ليك جدا. وهسألكوا سؤال مهم وعاوزكم تردوا عليا في التعليقات في اقرب وقت، هل انتم محتاجين مقارنه ما بين الماك بوك الاير الام 1 والاير الام 2، ولا شايفين ان الفيديو ده يعتبر كفايه وان كل حاجه بقت واضحه وان انتم مش محتاجين فيديو تاني يعمل مقارنه ما بين الاثنين؟ فانا مستني في التعليقات تقولوا لي، ولو لقيت في ناس كتير فعلا محتاجه مقارنه ما بين الجهازين لسه موجودين معايا وانا ممكن اعمل لهم المقارنه دي في اقرب وقت ممكن. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو ده عن الاير الام 2. فاعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وافعل زرار الجرس، ولو عندك اي سؤال طبعا اكتبه في التعليقات. كان معاكم حمود الخياط، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.